ليه في ناس مستعدة تسهر الليل عشان تحل مشكلة شخص تاني، لكن لما تتعب تسكت؟ مستعدة تسمع هموم الكل، لكن عمرها ما تحكي عن وجعها. الشخص ده وقت الأزمات أول واحد يساعد، يدعم، يحتوي ويحل. الناس كلها بتحسد اللي حواليه عليه، لكن للأسف بالرغم من كل ده الشخص ده طول الوقت حاسس إنه وحيد ومستنزف. السبب في الغالب بيبقى واحد من 6 أسباب في طفولته. أولها الحب المشروط. لو الشخص ده اتعود بشكل غير مباشر إنه عشان يتحب لازم يكون هادي، مؤدب، بيساعد الناس، يرضي الكل، لكن لما يجي يرضي نفسه بيتشاف إنه أناني وما بيتحبش بنفس الدرجة. ده يمكن كمان يتزعل منه، فبيبدأ يربط بين قيمته وقدرته على إسعاد الآخرين. يكبر وهو مقتنع إن دوره الأول في الحياة إنه يحط الناس وطلباتهم أولوية حتى عن نفسه. السبب التاني، لو كبر الطفل قبل أوانه وشال أكتر من سنه. في بعض البيوت الطفل بيتحول لمصدر دعم نفسي للأسرة، بيشيل مسؤوليات أكبر من سنه، يراعي مشاكل الكبار، يمتصهم، يتحمل فوق طاقته، وبيتسمى في علم النفس الطفل الوالد. الطفل ده اضطر يلعب دور الراشد، فبيكبر وهو متعود على إن احتياجات الآخرين أهم من احتياجاته. أو السبب الثالث، الخوف من الرفض والنبذ. هنا بندخل لنقطة أعمق، وهي إن كتير من الناس اللي بتساعد اللي حواليها مش بتعمل ده من باب الطيبة، لكن بدافع الخوف من إن رفضهم يخلي الناس تزعل منهم فتخاصمهم. عشان كده هيخسر علاقاته، يضطر يبقى في حالة عطاء مستمر، كأن عقله بيقوله طالما أنت بتدي الناس مش هتسيبك. السبب الرابع، الإحراج والخجل من الرفض. في ناس ما بتعرفش تقول لأ، أو آسف مش هقدر أعمل. ما بيعرفش يرفض طلب لحد، بيتكسف يقول لأ حتى لو هيعمل ده غصب عنه. السبب الخامس، الشعور بعدم الاستحقاق. في ناس من وهم صغيرين اتزرع جواهم انه ما يستحقش الاهتمام ولا التقدير الا لما يقدم خدمة او تضحية، ودول دايما حاطين الناس قبلهم في كل حاجة. يخرج على مزاج اصحابه وممكن يلبس وياكل برضه على مزاجهم، عشان حاسس ان تقديره ليهم هيخليهم يقدروه. وفي الغالب مش بيلاقي التقدير ده، بالعكس بيحسسوه انه ملوش لازمة ورأيه ولا هيفرق معاهم في حاجة. السبب السادس، الشعور بانك عبء على الاخرين. واللي بيحس بده دايما بيقدم راحة اللي حواليه على نفسه، بيحط نفسه في آخر الأولويات تحت دعوة مش عايز أحس إني تقيل أو عبء على حد، وإنه صاحب الفضل والجمايل على كل اللي حواليه. في البداية الموضوع بيبان جميل، الناس بتحبك، تمدحك، تعتمد عليك، لكن الفاتورة النفسية اللي هتدفعها مع الوقت إرهاق، استنزاف، غضب مكبوت، وشعور بالظلم في أغلب الأوقات. هتلاقي جمل بتتردد جواك زي أنا بعمل كل حاجة للناس، ليه محدش بيفكر فيا؟ لكن الواقع، الشخص اللي بيساعد الناس مش أكتر الناس حبا للآخرين، لكن أقل الناس معرفة بإزاي يحب نفسه. شايف حبه لنفسه أنانية، لو خد راحة يحس بالذنب، لو رفض طلب لحد يلوم ويأنب نفسه باقي اليوم. عنده حالة من إنكار وجلد الذات مبالغ فيها. العطاء شيء جميل، لكن لو على حساب نفسك فهو استنزاف ليك. انت مش مطلوب منك تشيل الدنيا على كتفك، ولا مطلوب منك تدفع تمن حب الناس من صحتك النفسية. اسأل نفسك سؤال واحد، لو كنت هتعامل شخص بتحبه بنفس الطريقة اللي بتعامل بيها نفسك هتكون مبسوط؟ لو الإجابة لأ، يبقى لازم واقفة مع نفسك، طبطب عليها واديها نفس الاهتمام والاحتواء اللي تتعامل بيه مع الناس. افتكر إن الشخص مش بيتقاس باللي بيديه للناس، لكن بقدرته إنه ما يضيعش نفسه وهو بيحاول ينقذهم ويساعدهم. دمتم في رعاية الله.